هلسنكي تحتفي بيوم إفريقيا بحضور دبلوماسي ومشاركة مغربية لافتة. احتضنت العاصمة الفنلندية هلسنكي مساء الاثنين احتفالية بمناسبة يوم إفريقيا بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلين عن الجاليات الإفريقية إلى جانب فاعلين ثقافيين ومدنيين، في أجواء احتفت بالتنوع الثقافي وروح التعاون بين الشعوب الإفريقية وفنلندا. وشهدت التظاهرة مشاركة مميزة للمغرب من خلال سفارة المملكة المغربية في هلسنكي والجالية المغربية المقيمة بفنلندا، حيث قدم المغرب واحداً من أبرز العروض التي استقطبت اهتمام الحضور عبر فقرات فنية وثقافية عكست غنى التراث المغربي وتنوعه. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت ممثلة سفارة المغرب في هلسنكي نورة العداوي أن يوم إفريقيا يشكل مناسبة للاحتفاء بقيم الوحدة والتنوع والصداقة، مشيرة إلى أن الحدث يجمع أشخاصاً من مختلف الثقافات والخلفيات للاحتفاء بغنى إفريقيا وإبداعها وقدرتها على الصمود. وأضافت المتحدثة أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس يضع التعاون الإفريقي في صلب سياسته الخارجية، انطلاقاً من رؤية تقوم على التضامن والاحترام المتبادل والتعاون جنوب جنوب. كما نوهت بالدور الذي تطلع به الجالية الإفريقية في فنلندا، معتبرة أن الجالية المغربية تتميز بالحيوية والاندماج الإيجابي والمساهمة الفاعلة في عدة مجالات، مع الحفاظ على هويتها الثقافية والتعريف بها. وعرفت المشاركة المغربية تقديم عرض لفن الدقة المراكشية برئاسة الفنان أمين العميميش، إلى جانب عرض للأزياء التقليدية المغربية شامل القفطان واللباس الصحراوي، وهو العرض الذي حظي بإشادة واسعة من الحضور. كما تم خلال الاحتفالية تقديم أطباق مغربية تقليدية، في مقدمتها الكس المغربي، إضافة إلى حلويات متنوعة، فيما شاركت عدة دول إفريقية أخرى بأطعمة وأطباق تعكس ثقافات بلدانها. وتضمن برنامج الاحتفال جلسة نقاش بعنوان من يروي القصة الإفريقية في أوروبا، تناولت صورة إفريقيا في الإعلام الأوروبي ودور الجاليات الإفريقية في تقديم سردية أكثر توازناً عن القارة. وساهم مجلس مغاربة فنلندا في دعم وتنظيم المشاركة المغربية ضمن فعاليات هذا الحدث، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حضور الثقافة المغربية وتقوية جسور التواصل الثقافي بين المغرب وفنلندا. هلسنكي تقرير وإعداد فنلندا بالعربي.